النهاردة هنحكي على القصة الحقيقية لواحد من سفاحين العصر الحديث اللي من كتر ما هو مجرم وسفاح وذكي جدا اتعملت عنه عشرات الفيديوهات على النت، وكمان اتعمل عنه مسلسل مشهور جدا وأكيد عجب ناس كتير، وهو مسلسل سفاح الجيزة اللي كان من بطولة الفنان أحمد فهمي. القصة اللي هنحكيها مختلفة في تفاصيلها وفيها أسرار محدش قدر يتكلم عنها في القصة دي، بس بعد إذنكم هنغير أسماء بعض الشخصيات لأسباب فنية وقانونية، وهنكتب على الفيديو إنها مستوحاة من أحداث حقيقية علشان نقدر نحكي براحتنا. بس قبل ما نحكي القصة وكعادتنا دايما بنحب إننا نفكركم بالسبسكرايب للقناة علشان نكبر أكتر بيكم، ودعمونا بإعجاب للفيديو وسيبوا رأيكم في القصة بعد ما تسمعوها للآخر. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. القصة بدأت معانا في سنة 2020 لما اتقبض على قذافي بالصدفة، لكن لما اتقبض عليه كان باسم وشخصية تانية خالص، وهنعرف كمان شوية ازاي وليه قذافي واللي كان شغال موظف بسيط ومن عيلة فقيرة ابتدى حياته في مجال سمسرة العقارات. كان بيشتغل وسيط عقاري سواء في بيع أو إيجار العقارات أو الأراضي، وفي سنة 2014 قذافي بقى يكسب فلوس كويسة من موضوع السمسرة والوساطة العقارية ده، واستقال من وظيفته وقرر إنه يشتغل بشكل أساسي سمسار عقارات. في 2015 اتعرف على ست اسمها عائشة، وعائشة في وصفها للقذافي قالت إنه شخص خجول وطيب ومحترم جدا في التعامل مع الناس، وهو اتجوز عائشة بنفس اسمه بشخصيته الحقيقية يعني. وقذافي اتجوز كتير قبل كده وبعد كده بأسماء وشخصيات ناس تانية هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. وسنة 2015 واللي كان تاريخ أول جريمة عملها القذافي، وهي كانت تخص بنت اسمها لمياء، وهي أخت عائشة الزوجة الثانية. كان قذافي على علاقة غير شرعية بلمياء قبل ما يقرر إنه يتجوز فاطمة أختها، ولما لمياء عرفت إن القذافي عايز يتجوز أختها قررت إنها تفضحه وتقول لأهلها وتقول لأختها إن قذافي مش بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، وإنه بني آدم تاني خالص. قذافي بدأ يفكر في ارتكاب أول جريمة، وهو إنه إزاي يتخلص من لمياء. قرر قذافي إنه يقنع لمياء بإنها تمثل وإنها ترجع لحلمها القديم، لأنها كان نفسها تشتغل في مجال التمثيل. فبلغها إن فيه منتج سوري صاحبه عنده استعداد يمضي معاها عقد تمثيل، لكن الشرط إنها تسافر بره مصر، هتمثل في مجموعة من الأعمال الفنية، وده مقابل مبلغ مالي كبير. في الأول أهل لمياء رفضوا، ورغم تدخل القذافي في إقناعهم إلا إنهم أصروا على الرفض، لحد ما جاب لهم في البيت المنتج السوري بنفسه. والمنتج قعد مع والد لمياء ومع والدها اللي هم بالنسبة لقذافي حماه وحماته، وأقنعهم إنها فرصة العمر للمياء علشان تحقق النجومية. ومجرد ما أهلها وافقوا بعد ضغط، لمياء مضت العقد وسافرت. وأول ما سافرت اتقطعت علاقتها تماما بالأهل، ما بقاش في أي وسيلة اتصال ما بينهم، لدرجة إنها كانت بتبعت لهم رسائل بس، مرة إنها جالها إصابة في رجلها، مرة إنها مشغولة ومش عارفة تتواصل عشان تتصور، مرة إنها سابت البيت اللي قاعدة فيه ونقلت راحت بيت جديد، لكن اتصالات هاتفية. بالفعل عيلة لمياء ابتدوا يشكوا جدا في قذافي وفي تصرفاته، ولما اتكلموا مع قذافي في إنه يحاول يوصل لصاحبه المنتج ويرجع أختهم تاني، بدأ يدور معاهم وبدأ يحاول يتصل بصديقه المنتج السوري، لكن مفيش أي فايدة. وفي الحقيقة هو في الوقت ده كان قتل لمياء ودفنها. في نفس التوقيت اللي حصلت فيه المشكلة مع أهل مراته بخصوص لمياء، كان له صديق عمره اسمه المهندس رضا، والمهندس رضا كان مسافر السعودية يشتغل هناك، وأقنعه قذافي إن العمل في مجال الاستثمار العقاري ممكن يكسب منه كتير جدا. وهنا اقتنع المهندس رضا بكلام قذافي، وبدأ يبعت كل شهر فلوس لقذافي علشان يستثمرهم ليه في موضوع الاستثمار العقاري. لكن المهندس رضا وبعد مرور 3 سنين بدأ يشك، لأن مفيش أي عائد مادي كان بيجي من قذافي للمهندس رضا، وحجم التحويلات اللي تمت من المهندس رضا لقذافي وصلت ل3 مليون جنيه.
فقرر المهندس رضا إن هو ينزل لمصر علشان يقابل قذافي بنفسه ويتأكد من كل الممتلكات اللي اشتراها قذافي وحجم الاستثمار اللي عمله قذافي ب3 مليون جنيه. لكن قذافي لما عرف إن المهندس رضا جاي قرر إنه يكمل باقي الخطة. أول حاجة عملها إنه استقبل المهندس رضا في المطار وطلب منه إن هم يروحوا شقة من الشقق اللي هو كان شاريها باسم المهندس رضا علشان يعزموا هناك على أكلة كشري كان نفسه فيها من زمان. والمهندس رضا راح معاه على البيت وهم قاعدين فتح له الكشري، بس كان قذافي حاطط له في الكشري سم قاتل. وبمجرد ما المهندس رضا أكل الكشري اللي فيه سم بدأ يحس بألم جامد جدا في بطنه. وقذافي دخل المطبخ وجاب حتة حديدة كان محضرها وضرب المهندس رضا على راسه أكتر من ضربة لحد ما اتأكد إنه مات. وقذافي في الوقت ده كان محضر شنطة كبيرة علشان ينجل فيها المهندس رضا من الشقة اللي قتلوا فيها لشقة تانية برضو باسم المهندس رضا. وبعد ما دفن المهندس رضا في الشقة قفل الشقة ورجع تاني على منطقته. أهل المهندس رضا سألوا قذافي عنه وقال لهم إن هو قابله وقعد معاه شوية وبعد كده سابه وما يعرفش راح فين، ونزل يدور مع أهل المهندس رضا في كل مكان المهندس رضا ممكن يروحوا، لحد ما فوجئ أهل المهندس رضا إن جالهم رسالة على تليفون أخته بتقول فيه إن هو المهندس رضا بس بيبعت من تليفون غريب، وهو اتقبض عليه وهو ماشي في الشارع لأن كان فيه مظاهرة وهو مش عارف الأمن مرحله على فين. وطبعا أهل المهندس رضا بعد 5 سنين عرفوا إن اللي كان باعت الرسالة دي هو قذافي. في الوقت ده حس إن موضوع قتل وإخفاء الجثة أمر سهل جدا، فقرر إن هو ينتقم من زوجته الأولى اللي هي اسمها عائشة زكريا، وده بسبب خناقة كبيرة حصلت بينهم لما شافت عدد كبير من البطاقات الشخصية كلها فيها صورة قذافي، لكن الاسم في كل بطاقة متغير. وهنا بدأت تهدد قذافي إن هي هتبلغ عنه لأنها شكت إنه نصاب، لحد ما قذافي قرر إن هو يتخلص من مراته الأولى بنفس الطريقة اللي تخلص بيها من صديقه المهندس رضا. حط لها سم في الأكل وأول ما ماتت قرر إنه هيقطع جثتها لقطع صغيرة وحط القطعة دي جوه الديب فريزر وسابها لحد ما تتجمد. وبعد كده نقل الأكياس اللي فيها مراته وهي مجمدة على نفس الشقة اللي دفن فيها المهندس رضا، وكان برضو محضر حفرة علشان يدفن فيها الجثة التانية. وبعد ما خلص دفن الجثة التانية جوه نفس الشقة قرر إن هو هيجدد الشقة بشكل كامل ويعرضها للإيجار، وفعلا جدد كل حاجة في الشقة وركب سيراميك جديد، وبعدها عرض الشقة للإيجار وناس سكنت فيها لمدة 4 سنين ما كانوش عارفين إن تحتهم في جثث ناس ميتة. وقذافي بعد ما قتل زوجته الأولى راح لأهلها وقال لهم إن هي أخذت منه فلوس وسرقت فلوس من البيت وبعدها اختفت وهو ما يعرفش عنها حاجة. وأهل مراته عملوا بلاغ يتهموا فيه القذافي بأن هو السبب الرئيسي في اختفاء أو قتل بنتهم، إلا إن ما كانش فيه أي دليل ضده، وقدر يثبت ده في المحضر ويكمل حياته عادي. وفي سنة 2017 كان معاه كل التوكيلات الخاصة بالمهندس رضا، فقرر إن هو يبيع كل ممتلكات المهندس رضا وخد الفلوس وساب الجيزة تماماً وراح على اسكندرية. بس قبل ما يسافر على اسكندرية قرر إن هو هيبعت رسالة تانية لمحامي عائلة المهندس رضا يقول له فيها إن هو المهندس رضا ولكنه مقبوض عليه وعمال يترحل من مكان لمكان لكنه مش عارف هو فين بالظبط. في نفس التوقيت المحامي يعرف إن كل ممتلكات المهندس رضا اتباعت وإن اللي باعها قذافي، وهنا المحامي يطلع بسرعة على قسم الشرطة علشان يعمل فيه بلاغ باتهامه وبشكل رسمي في اختفاء المهندس رضا، واكتشف إن فيه كمية قواضي نصب مرفوعة على قذافي. في الوقت ده قذافي سافر على اسكندرية، لكن لما سافر كان بطاقته وكل أوراقه الرسمية بتقول إنه هو المهندس رضا، وعاش وسط الناس في اسكندرية إنه اسمه المهندس رضا وإنه متخصص في هندسة الإلكترونيات. وفي اسكندرية اتعرف على بنت اسمها ياسمين أعجبت بيه وهو أقنعها إنه عنده أفكار استثمارية كبيرة وبدأ ياخد منها فلوس علشان تستثمر الفلوس دي معاه. وفي نفس التوقيت قذافي اللي كان منتحل شخصية المهندس رضا كان وعدها بالجواز، لكن بعد مرور وقت طويل ياسمين ما لقتش أي جديد بيحصل في موضوع الجواز، فطلبت منه إنه يرجع لها الفلوس وإنه يتجوزها زي ما وعدها. فقال لها إن هو ما معهوش فلوس يقدر يديها لها، لكن يقدر يديها أجهزة كهربائية من المخزن بنفس قيمة المبلغ المالي اللي هو واخده منها. فطلب منها تجيله على المخزن في منطقة العصفرة بالليل، فلما راحت له المخزن راح خنقها وضربها على راسها وقتلها وحفر حفرة جوه المخزن ودفنها هناك. وانتهت قصة ياسمين تماماً.
وبعد فترة طويلة اتعمل بلاغ باختفاء ياسمين، لكن مفيش أي حاجة ضد قذافي اللي هو بالنسبة لهم المهندس رضا. وبعد ما تخلص من ياسمين قرر إن هو يتجوز دكتورة صيدلانية اسمها نهى. ونهى دي كانت من عيلة غنية في اسكندرية، لكن بعد فترة جواز استمرت 3 شهور الدكتورة الصيدلانية طلبت من قذافي اللي هي كانت عارفة إن هو المهندس رضا الطلاق، وقذافي وافق على الطلاق، لكن قذافي قرر ينتقم منها انتقام جديد، ولأنهم عيلة غنية ومرتاحة مادياً فقرر إن هو هيسرقهم. وراح قذافي على بيت حماه وحماته لكنه كان لابس نقاب، وفتح الشقة ودخل لأنه كان عارف إن هم مش موجودين وكانوا مسافرين. وبعد ما سرق الذهب والفلوس اختفى تماماً، وكان أول المتهمين هو قذافي اللي هو المهندس رضا. وأهل نهى راحوا على قسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ في المهندس رضا، ففعلياً هم بيدوروا على حد هو أصلاً مش موجود. وبعد ما قذافي غير مكان سكنه سمى نفسه محمد مصطفى، وعمل كل الأوراق المطلوبة علشان يبقى اسمه محمد مصطفى قدام كل الناس. اتعرف على سيدة اسمها منى. السيدة دي كانت برضو من عيلة مرتاحة مادياً، فقذافي كان عايز يبان قصادها إنه شخص معاه فلوس، فخد مجموعة صغيرة من المشغولات الذهبية اللي كان سرقها وراح يبيعها في محل ذهب. فأول مرة اتباعت عادي وصاحب المحل ما شكش فيه، لكن الشك حصل في المرة التانية لما قذافي راح معاه شنطة كبيرة مليانة مشغولات ذهبية. في الوقت ده الأجهزة الأمنية كانت موزعة منشور، المنشور ده جواه كل أوصاف المشغولات الذهبية اللي كانت اتسرقت من بيت الدكتورة الصيدلانية نهى اللي كان متجوزها القذافي اللي كان مسمي نفسه ساعتها المهندس رضا. صاحب محل الذهب لما قذافي دخل عليه بالمشغولات الذهبية قدر يتعرف على المسروقات وبلغ الشرطة وقال لهم إن في شخص غريب عندي جاي يبيع مشغولات ذهبية تشبه المشغولات اللي اتسرقت. الشرطة طلبت منه إنه يعطل قذافي على قد ما يقدر، وفعلا صاحب المحل عمل كده لحد ما وصلت الشرطة علشان تقبض على المهندس رضا المتهم بسرقة المشغولات الذهبية. وتم القبض على قذافي في محل الذهب، وتم ترحيله على مديرية أمن اسكندرية، وتم إبلاغ أهل المهندس رضا إنه تم القبض عليه في اسكندرية وهو متهم في قضية سرقة. أهل المهندس رضا وصلوا بسرعة على اسكندرية علشان يشوفوا أخوهم، فاكتشفوا إن الشخص اللي هم جايين يزوروه هو قذافي، واللي هو في وقت القبض عليه كان اسمه محمد مصطفى. وبعد تضييق التحقيقات معاه اعترف بكل جرائمه، وتم استخراج الجثث والتعرف عليها من البحث الجنائي والأدلة الجنائية. قذافي اتحكم عليه بالإعدام، ولكن لم يتم تنفيذ الإعدام عليه لحد دلوقتي. بإذن الله يتنفذ قريب وياخد جزاؤه على اللي عمله مع كل ضحاياه. أتمنى الحكاية بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ونهاية الكلام سلام.